السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. غادي نحضر معكم ان شاء الله واحد البريوش كيجي طوب. صدقوني البنات اذا شفتو غيسحب لكم مع كيكه. هو راه بريوش بيضه وحده، النتيجه ديالو روعه ما شاء الله. شوفوا اللوين كي داير ما شاء الله، زوين زوين بزاف. ونبداو بسم الله على بركه الله. كيف القاعده كيف العاده، عندي نص كاس ديال السكر، كاس العنبه من طبيعه الحال، نص كاس تاع الزيت، واحد البيضه، واحد الخنيشه ديال السكر فاني. غادي نجيب شويه ديال قشر الحامض معسلين اللي سبق لي وحضرت معاكم. كيكون محضرين من داك العصير المركز اللي كنصايب ديال الحامض. صافي شويه ديال الملحه ومعلقه عامره ديال الخميره، معلقه كبيره عامره ديال الخميره الخبز، ما فيهش الخماره، هي الخميره المعجونه. وبالنسبه للحليب غنديروا ان شاء الله 3 الكيسان ديال الحليب. وهادو هما المكونات ديالنا ديال السوائل: 3 الكيسان حليب، نص كاس سكر، نص كاس زيت يكونوا وافين شويه، يعني نص كاس يكون وافي. صافي كنخلطوهم مزيان مزيان. الحليب البنات راني دفيته، حليب يكون دافي باش دغيا البريوش يخمر. وبالنسبه للطحين غادي ان شاء الله هيهز هاد البريوش 6 الكيسان ديال العنبه يكونوا معامرين. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنخلي 1 سنتيم خاوي، 6 الكيسان بالضبط. مع كيف ما كتشوفوا 3 الكيسان ديال الحليب كيجي البنات واحد البريوش ما شاء الله عليه، زوين زوين بزاف. ان شاء الله غادي يعجبكم. كما كتشوفوا هذا هو الكاس الثالث، الكاس الرابع. المهم راه 5 6 الكيسان الا مشى لي مقطع ولا شي حاجه. المهم راه 6 الكيسان، درت جوج الوالا وعاود زدت جوج وعاود زدت جوج، يعني 6 الكيسان اللي درت ديال العنبه تيكونوا معامرين البنات، كتخليو فيهم 1 سنتيم فارغ. وهذا هو القوام ديالها، هكا كتحصلوا عليه كيجي خفيف. تقلل من الكيك واحد شويه، كتحاولوا تخلطوه مزيان مزيان تحسوا بيه راه نساجم. ما غاديش نخليوه من طبيعه الحال يخمر في هاد الطاسه ولا شي حاجه، غنخليوه يخمر في المول. صافي غننظف هنايا ونجيب المول. هاد المول البنات ديال الجرانيت ما كيحتاجش انه يدهن بالطحين بتاتا، كندهنوه بشويه الزبده باش كيعطيني واحد اللون مذهب من التحت. وصافي غادي نكبو ان شاء الله نص ديال الخليط او اكثر من نص، واحد شويه نكبو نص الخليط. حيت هاد المول كبير، الا كنتو غديروا نتوما هاد الكرواسه السائله، هاد البريوش السائل، كنتو غديروها في المقيله ولا في الخباز الثقيل، تحاولوا ديروها غير نص ديال هاد المقدار راه كافي. بما ان هاد المول الصراحه راه كبير وكيهز العجين بزاف. هانتوما شوفوا درت اكثر من نص، وشوفي فين واصل، يعني باقي، ولكن تقريبا راه كافي. الله يجعل شي بركه. غادي نقطع ان شاء الله الشوكولاط، نقطعو طروفه وغادي نديرو وسط تكون من دائره. تحاولوا ديروه في ديك الدويويرات باش يجي وسط منهم الشوكولاط على هذا الشكل هكا. اي نوع شوكولاط متوفر عندكم، الا ما بغيتوش ديروا الشوكولاط تقدروا ديروا الكريم باتيسير او اي نوع من الكريمه كتبغوها، كريمه الشوكولاط كذلك تيجي الصراحه زوين. ممكن ديروه بالشوكولاط كما درت انا، كما قلت لكم تقدروا تعمروه بالكريم باتيسير ثاني كيجي زوين. باتيسير كريم باتيسير المعروفه غنيه عن التعريف. الا بغيتيها بالشوكولاط كتزيدي فيها طرفه الشوكولاط، بغيتي تخليها بالفاني كتخليها عادي. ممكن حتى هي كديري فيها قشر الحامض كتجي معسله وزوينه، خاصه مع داك قشر الحامض كيكونوا ديجا معسلين من المركز الحامض اللي كنديرو العصير. صافي غادي نجيب داك الخليط اللي بقالي، غادي نخويه من الفوق. راها كتجي زوينه البنات وخفيفه. وفي هذه المرحله راه ماشي غادي نشعل الفران ولا شي حاجه، راه ماشي كيك وما دايراش خميرات ديال الحلويات، يعني ها خميره الخبز. ضروري البنات ما تقادوه وتفينيوه وتخليوه يخمر ان شاء الله. واخا كيبان لكم الشوكولاط باقي باين، تبارك الله هذا المول كيهز الحشوه.
نحاول نفيني ونغطي داك الشوكولاط بسباتيلا بحال هكا. تحاولوا تغطيو داك الشوكولاط باش يجي الوسط، اولا ممكن تبركوا عليه بيديكم تحسوه راه دخل الوسط، ما بقاش الفوق. صافي البنات، وغنخليه يخمر، ومني غيخمر غادي نشعل الفران، غادي نسخنو مزيان مزيان. هانتوما ما شاء الله هو ارتفع، باش تعرفوا هذا المورا كيهز بزاف ما شاء الله. شوفوا الفقاعات يعني راه خمر، واصلا راه كيبان راه ضاعف الحجم ديالو. بالنسبه لمرحله الطهي بسيطه، كتشعلوا الفران كانكم بغيتو طيبوا الخبز، هذا هو الدور ديالو. صافي بعد ما طابت تقريبا ما خداش الوقت بزاف، بحال الخبز تقريبا شي 40 دقيقه، ما لحقاش الصراحه، ما لحقاش. شي ثلث ساعه 25 دقيقه طاب. نتوما على حساب الفران ديالكم كل وجهات ديالو. انا راه تقريبا خليته على 250 عفوا، يعني خليته مجهد بحال غنطيب الخبز. المهم بحال كطيبوا الخبز. صافي ملي كيطيب من الفوق كنعاود ننزلو لتحت حتى كياخذ هذا اللون هذا من الفوق كذلك، كيتحمر مزيان وساهل. حاولوا تقلبوها البنات وهو سخون، ما تخليوش حتى يبرد ويفزق ليكم يعرق. هانتوما كما كتشوفوا ما كيلصق ما والو. حيدوها البنات وهو سخون، ما تخليوش حتى يبرد. كنأكد على هاد المرحله هذه. وصراحه هذا المول صدق زوين، ما كيلصقش، ما يحتاج ترشيه بالطحين، كندهنو بشويه الزبده فقط باش داك الطريف الزبده اللي كديريه كيعطيه الصراحه واحد اللون زوين، كيجي هو هذاك. هاد الحفيرات البنات ممكن تعمروها باي كريمه، بالشوكولات، فاش ما عجبك. التزيين كيبقى اختياري. غير هي درجه الفران كما قلت لكم، بحال اللي كطيبوا الخبز كل وحده تتحكم في الفران ديالها والدرجه ديال الطهي ديالو. هاد المرحله ما تنسوهاش، الفران كيلعب دور كبير. يعني ماشي بحال اللي غطيبي كي كطيبيها مهيله، بحال غطيبي البريوش، بحال غطيبي الخبز. درجه الخبز والبريوش كيكون شويه مرتفع على الكيك لا، الكيك كيبغي درجه الحراره هابطه. هنا جبت واحد شويه الكونفيتير، شويه اللوز اللي حمرته. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن نديروا له الناباج او الجلوكوز مع الناباج، كيعطي واحد اللمعه زوينه بزاف. تقدروا تكتفيو بهذا التزيين البسيط، ما ديروا فيها حتى حاجه، تحطوها هكاك. تقدروا ترشوها شويه، النص ديالها مثلا بالكاكاو والنص الثاني ترشوه بسكر كلاصي، وديروا واحد الخطيطات ديال الشكلاط. اولا ديروا بحالي انايا، غادي ندير هذا اللوز ايفيلي في الجناب، نزينو في الجناب. ودوك الحفيرات عمرتهم بواحد شويه ديال الشكلاط، اي نوع ديال الشكلاط السائل بحال نوتيلا ولا شي ماركه عندكم اللي متوفره. راه كيجي الصراحه بنات، هانتوما اللون ديالو شاهد بان راه ما شاء الله، راه بحال مطيبه الكيك، ماشي دايره بريوش بيضه وحده. ما شاء الله النتيجه الطوب، بيضه وحده اللي كديري في داك العجين كيجي خفيف مهوي زوين ما شاء الله. حاولوا تلصقوا هذا اللوز ايفيلي باش يشد ليكم، وانتم باقيين بحال دهنتوا ديك المربى باش كيشد مزيان. وهذا المربى بطبيعه الحال راه منزلي، كنت سبق لي وحضرته معاكم. مربى مثلا المشماش اولا كما درت الحامض، يعني تيبقى التزيين اختياري البنات. ها هي الطياب ضروري كما قلت لكم، الفران يكون سخون. وحتى بالنسبه سميتو الخليط ما تخطروش تقلوه بزاف، خليوه خفيف، راه كتحصلوا ان شاء الله على واحد النتيجه رائعه. كيجيكم اللي شافو يسحب ليه كيك، ما بينش انه بريوش بتاتا، مع ديك البيضه بلديه خلاص، وداك الحامض عطاتو واحد اللون صفيفر من الداخل، لون زوين ما شاء الله. نتمنى البنات تجربوه وينال اعجابكم، وينال ان شاء الله عجبكم. ما تنسوناش باللايك وبالاشتراك. حفظكم الرحمن ان شاء الله. غادي نقطع معكم واحد الطرياف وتشوفوا ان شاء الله كيف داير. هانتوما هذا كيبقى تزيين اختيار كما قلت لكم. دوك الحفيرات درت فيهم شويه ديال النوتيلا، اي شوكولاط عندكم متوفر، ودهنتها كذلك من الفوق بشويه المربى باش كتعطي، باش كيشد هذاك اللوز ايفيلي. اما البنات الا درتو الصراحه الناباج اولا الجليكوز مع الناباج كتعطي واحد اللمعه خطيره، وبغيت نكثر فيها الحلاوه بزاف. وهذا هو الشكل ديالنا.